سلام، عاود جيتكم بوصفة بيتزا كاري خضرا هادي. بدلت في لاصوص، بدلت طريقة اللي نخدم بها لاصوص. أما بالنسبة للعجينة راهي نفس الوصفة، بيسك ما بدلاش وناجحة 100%. اللي حاب يتفرج الوصفة الأولى راهي ديجا راهي في الباجا تاعي. هادي راهي يعني غير إعادة فقط. عاودت لاصوص طريقة أخرى وتانيك مفصلة، طريقة مفصلة. كيفاش يعني تجيكم رقيقة، تجي مقرمشة من الفوق، تجيكم شاربة ومن تحت تجي مقرمشة كيما تاع المحلات. صدقوني، اللي راح تجرب الوصفة هذه مستحيل تندم عليها، وراح تخرج لها كيما المحلات. طريقة تحضير لاصوص راهي بزاف سهلة. أنا عندي حبة طماطم خليتها كيما راها براس تاعها، نحطها تتغلى في الماء حتى الطيب. من بعدها نقشرها كامل ونحيلها كامل هذيك الزريعة، نحيلها كل شيء، ما نخلي لها والو، غير الطماطم وحدها. من بعدها نحطوا لها ريزيبيس والزيت وطماطم مصبرة وهريسة. هذا ما كان نمكسيوها بالبرا ميكسر كيما هكا باش يجي قوام طليس. من بعدها نحطوها الطيب. هنايا شوفوا كيفاش ولات لي بعد ما طابت، هاد القوام تاعها كيما البيتزا اللي يخدموا بها المحلات. هنا العجينة كان ديجا خمرت وراح نديغازيها ونخربش بها الحبات اللي راح نخدم بهم. انا خرجت لي 3 ومع الحواشي، يعني كي نعود نخدم فيها ويبقاو لي الحواشي راح نلمهم ونخدم بهم خبزة صغيرة. سما كونتيتي كبيرة بزاف، كيلو واحد تاع فرينة تخدم لك كمية كبيرة. سنين خدمت بها سنين كبيرة، جاوني 3 كبار 30 على 40، يعني حجم عائلي. اللي حابة تنقص المكونات يعني تحاول أنها الكونتيتي اللي كتبتها تنقص منها برك. هذا مكان هنايا شوفوا كيفاش راني نحلها. لازم تكون تتحل رقيقة، أما باش تحطوا العجينة فوق البلا وتبداو تتحوا بها باليد، هذه الطريقة غير ناجحة، راح تجيك خشينة ومش راح تجيك كيما تاع برا. لازم تفتحيها بالفارينة كيما درت انايا، تفتحيها بالفارينة وتكون السمك رقيق جدا، رقيق كيما راكم تشوفوا. شوف كنت ما راهي رقيقة. من بعدها كي حليتها عاود حطيتها في المول تاعي. ديجا كنت هدو بالزيت والسميد باش يجي مقرمش من تحت. نفضلوا انه يكون زعما كانت زبده احسن. انا ما كانش عندي هنا زبده، ديروا الزبده احسن. افتحوها كيما راكم تشوفوا وزيدوا اسقبوها باش ما تتنفخش خلاص. درت لاصوص تاعي اللي طابت، شوفوا كيفاش جايه ليس، تمشي خفيفه وبنينه وماشي حامضه خلاص. هنايا حطيتها طابت حوالي 20 دقيقه ولا اقل. من بعدها عاود شربتها بشويه لاصوص باش تجيني مشمخه من الفوق. من بعدها بديت نقص الحبات تاعي، راهم كيما راكم تشوفوا شحال جاوني قداش من حبه، يعني بلا واحد قداش جاتني من حبه. زوقتهم بالزيتون الاسود، فرماج رابي. انا درت فرماج موندور، كنت مولفه نخدم بنابولي، الخطره هذه بدلت ما عجبنيش بزاف يعني صراحه. نفضل اني من وجاي راح نخدم بنابولي. هنايا بعد ما طابت دخلتها للفرن وخرجتها ودرتها شويه هريسه وزوقتها بالطون كما راكم تشوفوا، طون تاع الزيت. تحبوا تسوقوها بأي حاجة، فيوند هاشي بولي هاشي اللي عندكم. من بعدها درت شوية مايونيز، هذا نستعملو انايا صنع منزلي. اللي تحب الوصفة راهي في القناة. زوقتهم بالمعدنوس، وهذه هي الوصفة تاعنا. ما تنساوش تتابعوني. باي باي.